أهلا بيكم. في إحساس كده غريب بيجي لنا كلنا، إننا بنشتغل وبنتعب وبنطلع عنا، وفي آخر اليوم أو آخر الشهر تبص في محفظتك تلاقيها فاضية. إيه الحكاية؟ ليه كل المجهود ده مش بيجيب نتيجة؟ هو ده اللي هنعرفه مع بعض النهاردة. بالظبط، هو ده السؤال اللي ممكن يخلي الواحد يتجنن. الواحد يسأل نفسه: يا جماعة، أنا بعمل كل اللي المفروض أعمله وبشتغل أكتر من أي حد، ليه محلك سر؟ ليه مش بتحرك لقدام؟ سؤال منطقي جدا. والإجابة بصراحة ممكن تصدم شوية، بس هي دي الحقيقة. المشكلة مش فيك، المشكلة مش في مجهودك خالص. المشكلة إنك بتلعب لعبة بقواعد قديمة، قواعد كانت شغالة زمان لكن دلوقتي خلاص صلاحيتها انتهت. طيب، عشان نفهم الموضوع صح، النهارده هنتكلم في 4 حاجات أساسية. أول حاجة، ليه التعب لوحده مش كفاية؟ وبعدين هنشوف إيه هي أصلا قواعد اللعبة القديمة دي. تالت حاجة، المعادلة الخسرانة بتاعة الوقت مقابل الفلوس. وفي الآخر وده الأهم، هنحط خطة جديدة إزاي نلعبها صح. يلا بينا نبدأ بأول نقطة. ليه الشغل الجامد لوحده مش بيوصل لأي حتة؟ دي قصة الدايرة المقفولة اللي أغلبنا للأسف محبوسين جواها. السيناريو ده يعني مش محتاج شرح، كلنا حافظينه صم. تصحى من النجمة، تنزل في الزحمة، تتعامل مع مدير رخم، وترجع البيت هلكان يا دوب تاكل وتنام عشان تعيد نفس الكابوس تاني يوم. ويجي آخر الشهر المرتب يا دوب يلمس إيدك عشان يطير على الإيجار والفواتير والديون، ويا ريته بيكمل الشهر. تمام كده، عرفنا العرض. ايه بقى سبب المرض؟ خلينا نشخص المشكلة. ايه هي قواعد اللعبة القديمة دي اللي بنتكلم عليها؟ الحقائق اللي للأسف ولا حد في المدرسة ولا في أي حتة قالنا عليها. وهنا بقى بتيجي القنبلة. المقولة دي بتقولك إن الوظيفة الأمينة المستقرة هي أكبر كذبة في عصرنا. يا خبر، كل اللي أهلنا قالوه لنا أذاكر عشان تلاقي وظيفة كويسة، الكلام ده كان صح، أيوة، بس يمكن أيامهم هم، مش النهاردة خالص. شوفوا بس المقارنة دي، هتفهموا كل حاجة. السيستم كله قايم على ايه؟ انه يعلمك ازاي تكون موظف شاطر، تسمع الكلام وتنفذ الاوامر. تمام؟ يعلمك كيمياء وفيزياء، بس عمره ما علمك يعني ايه تضخم بياكل فلوسك او ازاي الضرايب بتشتغل. علمك ازاي تشتغل عشان تبني حلم مديرك، بس خبى عنك ازاي تبني حلمك انت. وفي تشبيه هنا عبقري بيوصف الحكاية دي بالظبط. الوظيفة عاملة زي المسكن، عندك صداع مزمن فبتاخد حباية مسكن كل يوم. الحباية دي هي المرتب، بتريحك مؤقتا، بتخليك تكمل، لكن عمرها ما عالجت سبب الصداع نفسه. بتسكن الألم بس المرض لسه موجود. ودي بقى قاعدة تانية من قواعد اللعبة اللي محدش بيقولك عليها: الضرايب. بصوا يا جماعة، الموظف هو الوحيد اللي الدولة بتاخد منه الضرايب قبل حتى ما يشم ريحة مرتبه. الفلوس بتوصله متقطعة جاهزة. لكن صاحب البيزنس لا، ده يصرف الأول كل مصاريفه، وبعدين من اللي يتبقى يدفع الضرايب. شايفين الفرق؟ اللعبة متصممة لصالح مين؟ طيب خلينا ندخل بقى في النقطة الثالثة، وهنا الموضوع هيبان بالأرقام والمنطق. هنتكلم في المعادلة نفسها وهنعرف ليه دخل الموظف له سقف مستحيل يعديه. بصوا على المعادلتين دول، هم دول خلاصة الموضوع كله. الموظف دخله بيساوي ايه؟ مهارته مضروبة في وقته. الكلمة الكارثة هنا هي وقته. اليوم فيه 24 ساعة بس، مهما كنت شاطر وقتك محدود فدخلك محدود. الناحية التانية بقى المستثمر، دخله بيساوي رأس ماله مضروب في السوق. الفلوس ممكن تشتغل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع من غير ما تتعب، والسوق ملوش آخر. شايفين المعادلة دي مفتوحة ازاي؟ وهنا نوصل للقاعدة الأهم يمكن في كل الكلام ده. اسمعوا دي كويس. لو لازم تكون موجود بنفسك بجسمك عشان تعمل فلوس، يبقى أنت لسه في خطر، لسه في الدايرة المقفولة. الهدف كله إننا نكسر الرابطة دي، الرابطة بين وجودنا الشخصي وبين الفلوس اللي بتدخلنا. طيب، الكلام ده كله حلو، بس نعمل ايه؟ هل نروح نقدم استقالتنا بكرة الصبح؟ لا طبعا، مش هو ده الحل. الحل مش اننا نهدم اللي بنيناه، الحل اننا نغير طريقة اللعب نفسها. نبتدي نفكر بعقلية تانية خالص، عقلية صاحب الماكينة مش الترس اللي فيها. والخطة الجديدة دي ليها 3 خطوات بسيطة وواضحة. أول حاجة، ما تسيبش وظيفتك، بالعكس استخدمها، خليها هي الممول بتاعك. اقتطع جزء من مرتبك كل شهر وابني بيه حاجة بتاعتك على جنب. تاني خطوة، بدل ما تبيع وقتك ساعة بساعة، بيع منتج، حاجة تعملها مرة واحدة وتتباع 1000 مرة، زي كتاب أو كورس على الإنترنت. تالت خطوة ودي الأهم، اشتغل بذكاء مش بمجهود زيادة. ابني السيستم هو اللي يشتغل ويجيب لك فلوس حتى وانت نايم. يعني الفكرة كلها بتتلخص في الجملة دي: جه الوقت اللي نغير فيه مكاننا. بدل ما نكون مجرد ترس صغير في ماكينة كبيرة ممكن يتغير في أي لحظة، لا، إحنا اللي نمتلك الماكينة كلها. السؤال هو، هتفضل ترس ولا هتبقى صاحب الماكينة؟ أكيد الطريق ده مش سهل ومحتاج صبر ومجهود، بس صدقوني يستاهل. الخلاصة إن تغيير طريقة تفكيرنا لازم يبدأ من دلوقتي. زي ما بيقولوا، حافظ على القرشين هم اللي هيحافظوا عليك ويرجعوا لك أضعاف. وعشان تتعلم أكتر عن الفلوس وإزاي تشغلها صح، اشترك في قناة قرشين.